السلام عليكم. قبل ما نبداو بغيت نوضح واحد الحاجة مهمة. الهدف ديالنا اليوم ماشي هو نخلقوا الهلع ولا الخوف، لا بالعكس تماما. الهدف هو الوعي والمعلومة، حيت كيف ما كيقولوا الوقاية خير من العلاج. كنا باقين عاقلين على شي مشاهد صعيبة زعما شفناها في مدن بحال اسافي فاش كتجي شي شتا مجهدة، وكنظن حتى واحد فينا ما باغي داك السيناريو يتعاود. هاد الامطار قبل كل شيء هي خير من عند الله، والحمد لله عليها، بلادنا كانت محتاجها بزاف، ولكن هاد الخير خاصنا نكونوا مستعدين ليه. بالضبط هذه هي النقطة المهمة، كيفاش نستافدوا من هاد النعمة ديال الشتاء وفي نفس الوقت نجنبوا القوة ديالها اللي تقدر تكون خطيرة، والوعي هو أول خطوة. إذن اليوم غادي ندير واحد التحليل معمق للاضطراب الجوي القوي اللي جاي من المحيط الأطلنطي، واللي رسميا سميتو عاصفة. فرنسي المصادر ديالنا واضحة، النشرة الأندرية ديال المديرية العامة للأرصاد الجوية وتقارير أخرى كتفصل في هذه الظاهرة. والسؤال الكبير هو كيفاش نتعامل مع هذا الحدث اللي هو خطر حقيقي وفي نفس الوقت نعمة كبيرة كنتسناوها. باش نحطوا الأمور في الإطار ديالها، عاصفة فرانسيس هي منخفض جوي أطلنطي عميق بزاف، يعني هاد النوع من المنخفضات راه ظاهرة عادية في فصل الشتاء عنا، ولكن اللي ماشي عادي واللي كيخلينا نهضروا عليها بهذا الاهتمام كامل هو القوة الاستثنائية ديالها. باش نعطي فكرة، هذه هي سادس عاصفة قوية في الموسم في منطقة أوروبا وشمال إفريقيا، اللي بخد اسم رسمي غير هادو التسمية بوحدها، كتعني أننا كنتكلموا على شي حاجة ماشي عادية. أوكي يلا نفصلوا في هادشي شوية. أول حاجة كتشد الانتباه في النشرة الأندرية هي دوك الألوان. كنلقاو خريطة المغرب وفيها مناطق بالأحمر ومناطق أخرى بالبرتقالي. هاد الألوان ماشي غير ديكور ياك، هي لغة للمواطن العادي. شنو الفرق بين أن منطقة تكون برتقالي وأنها تكون أحمر؟ سؤال مهم بزاف، حين تفهم هاد الفرق هو كل شيء. هادو مستويات ديال اليقظة. نبداو بالمستوى الخطير، المستوى الأحمر. فاش كنشوفوا اللون الأحمر الرسالة واضحة، راه كاين خطر كبير وجاي. هذا شيء ما كيعنيش غير ردوا البال، لا، كيعني خاص تكون إجراءات استعجالية وفورية باش نحميو الأرواح والممتلكات. السلطات في ديك المناطق كتكون في حالة تاهب قصوى. تحذير والبرتقالي واش هو غير نسخة خفيفة منه؟ نقدروا نقولوا درجة أقل، ولكن كيبقى مستوى ديال الخطورة عالي. المستوى البرتقالي كيشير لحالة جوية شديدة ماشي معتادة، يعني ظواهر تقدر تسبب أضرار تعطل الحياة اليومية بحال تقطع الضوء ولا فيضانات محلية. في المستوى البرتقالي المطلوب هو تكون مستعد وواخد حيدرك، خاصك تكون متابع الأخبار. واضح، إذن الأحمر تحرك فوري والبرتقالي استعداد ويقظة. بالضبط، مزيان. إذن نبداو بالمناطق اللي في النطاق الأحمر. البؤرة ديال العاصفة شنو هي؟ هاد الأقاليم وشنو بالضبط كيتسناهم؟ حسب النشرة اليقظة الحمراء كتمو 3 ديال الأقاليم: أكادير، إيدوتونان، تارودان، توسويرة. والتوقعات كتهضر على تساقطات قوية بزاف. الأرقام اللي تعطات دقيقة ومقلقة. الكميات غتكون بين 80 و 120 ملم. 120 ملم، هذا الرقم ممكن ما يعني والو لشي ناس. باش نتخيلوه شنو كتعني 120 ملم ديال الشتاء؟ في الواقع أحسن طريقة هي نتخيلوا أن كل متر مربع واحد، يعني قد زليجة كبيرة غادي تخوى فيه 120 لتر ديال الماء. تخيل 120 قرعة ديال لتر ديال الماء كتخوى في متر مربع واحد. دابا هادشي على مساحة ديال المدينة كاملة، كمية هائلة ديال الماء، هائلة بزاف. والنقطة الأخطر ماشي غير الكمية، ولكن حتى الوقت اللي غادي تنزل فيه هاد 120 ملم. تنزل في مدة قصيرة، من الجمعة بالليل حتى بالليل تقريبا 24 ساعة، وهذا الشيء بزاف. هاد الكمية تقدر تكون هي الشتا ديال شهر كامل في بعض المدن، ولكن دابا غادي تنزل في يوم واحد. هذا التركيز هو اللي كيخلق ضغط كبير على الوديان وشبكة الصرف، وهو السبب المباشر لخطر السيول. وكنظن كاين عمل آخر كيزيد في الخطورة، هو أن هاد الشتاء جاية من بعد الجفاف. الأرض كتكون قاصحة بالوقت، ملاحظة في محلها. التربة الجافة والصلبة ما كتشربش الماء دغيا. في الأول الماء كيبقى غير كيجري فوق منها، وهذا الشيء كيعني أن أغلب ديك الشتاء غادي تولي سيول جارفة في الوديان. إذن هذه هي الصورة بالنسبة للنطاق الأحمر، ولكن خريطة كتبين أن التأثير ديال العاصفة أكبر بكثير. اللون البرتقالي مغطي مساحة كبيرة من المغرب، وهنا ما كتهضروش غير على الشتاء، كاين 3 ديال الأخطار: أمطار، رياح وحتى ثلوج. فعلا العاصفة عندها بزاف ديال الأوجه. إلا بدينا بالأمطار في المناطق البرتقالية كنتكلموا على كميات مهمة، حتى هي بين 30 و 45 ملم، وخا أقل، ولكن قادرة دير مشاكل ديال فيضانات محلية. والأقاليم المعنية كتيرة: أسفي، سيدي بنور، جديدة، شتوكا باها، أنزوكان، تزنيت، شيشاوه، الحوز واليوسفية. ولكن الحاجة اللي صدقتني في التقارير هي الأرقام ديال الريح.
كنظن بزاف ديال الناس كيركزوا على الشتاء وكينساو أن الريح يقدر يكون خطر كبر. وهنا كاينه واحد النقطة مهمة بزاف. هاد العاصفة فرانسيس ماشي غير الشتاء، هي عاصفة ديال الريح. بالدرجة الأولى، الريح القوي غادي يكون ظاهرة أساسية في بعض الأقاليم بحال الحوز وشيشاوه. سرعة الريح متوقع توصل بين 90 و 105 في الساعة. 105 في الساعة هذه سرعة ديال طوموبيل في طريق السيار. هاد القوة ديال الريح شنو ممكن دير؟ هذه قوة مدمرة، تقدر تقلع الشجر من الجدر، طيح البتوات ديال الضوء، تليفون، دوك اللوحات الإشهارية الكبيرة كتولي خطر حقيقي. حتى القرمود والهوائيات ديال الكلفازة ممكن يطيروا. وفي مناطق أخرى بحال يوسفية، فكيكة وجدة، السرعة غادي تكون بين 75 و 100 في الساعة، وهي كذلك سرعة خطيرة جدا. إذن خطر الريح خاص يتخذ بنفس الجدية ديال الفيضانات تماما. والعنصر الثالث هو الثلج، وحنا كنعرفوا الثلج في الجبال ديالنا. شنو كيعني؟ كيعني العزلة. أكيد مع البرد اللي غادي يجي مع هذا المنخفض كنتقاو تساقطات ثلجية كثيفة، خصوصا في مرتفعات الأطلس والريف لفايتات 1600 متر، يعني مدلة تنغير.